ظواهر المجتمع موجودة في كل المجتمعات، ولكن درجة الإجرام أو نوع الجريمة محددة بعوامل، محددة بسلوك، محددة بكثير من المؤثرات اللي تكون دافع لهذه الجريمة. ولكن ما حدث يوم أمس أن تقتل عائلة بأكملها، 8 أشخاص، 8 أشخاص، أطفال، نساء، أطفال رضع، امرأة حامل، قسم تم خنق، وقسم يعني ذبح، وقسم تقطع ووضعوه بأكياس. وين احنا سايرين؟ يعني بصراحة أرجو أن لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام، مجرد خبر استمعنا له بالأخبار. مجتمع عراقي، بيئة معروف عنها الوسط اللي تعيشه، ما زال كثير من الناس عندهم محافظين على دينهم، محافظين على سلوكهم، محافظين على كثير من المعتقدات، كثير من الثوابت تحدث بها الجريمة. اليوم وزارة الداخلية مدعوة بكل مؤسسات الدولة أنه يسوون دراسة لهذه الظاهرة. هذه ظاهرة بالمجتمع العراقي، يعني هل هو مجتمع عنده استعداد للإجرام؟ عنده استعداد أن يكون قاتل في أي لحظة تتوفر بها الفرص؟ ولا شنو اللي يصير؟ فنريد تفسير من كل العلماء، الأساتذة، الجامعات، مراكز البحوث، أن تدخل لهذا الموضوع وتعمل له بحث ودراسة كاملة. شنو طبيعة الحي السكني؟ له تأثير؟ والله شنو ساكنين بمنطقة لربما تكون أوطأ اجتماعيا من خلال نزوح عوائل من مناطق وقرى متباينة السلوك والثقافات. انحراف هذا الشخص، انحراف هذه الأسرة، هل هو انحراف وراثي؟ هل موجودة يعني بيولوجيا موجودة هذه النزعة الإجرامية عندهم؟ هل هي وليدة الصدفة؟ وليدة الصدفة أنه ساعة غضب ممكن تقتل لك شخص، شخصين، لكن أنه 8 أطفال، عائلة مكونة وأطفال وياهم، وتخطيط المرأة، مشاركة المرأة بهذه الجريمة. المرأة تعد أقل من الرجل استعدادا للجريمة إذا كانت الدوافع غير شخصية. ما عاد ذاك الاستعداد. زين، المحيط الديني، الارتباط بالمعتقدات اللي هم عايشيها، فما أعرف الدافع، هل هي المال؟ يعني ما أعرف، والله ما أعرف. هاي الدوافع السيكولوجية لهذه الجريمة ما لها كل تفسير، ما لها كل تفسير. أن تخططوا برودة أعصاب. هسه ممكن بساعة غضب عندنا جريمة حدثت باليوم التالي على مود أطفال ونزاع بين أطفال، 6 أشخاص بين قتيل وجريح. على شنو؟ وين دي ينحدر المجتمع العراقي؟ فشنو التفسير حقيقة الانحراف والفشل اللي يصيب العائلة العراقية؟ وشنو دوافعه؟ هل مؤشر لدى الدولة أنه المجتمع العراقي والفرد العراقي واصل إلى مرحلة أنه يرتكب جريمة قتل 8 أشخاص ببرودة أعصاب ويحملهم بتوك توك على مود يرميهم بالنفايات وينهي خبرهم؟ ماكو كل تفسير بصراحة. يعني رجعت لكثير من المصادر أريد تفسير هاي الظاهرة الإجرامية. احنا مو مجتمع منحرف سلوكيا، ولا مجتمع واصل الى مرحله مثل ما نقول قبل يقول لك مثلا شيكاغو مدينه الاجرام والعصابات. اذا فعلا احنا واصلين لهيك مستوى، فعلى العراق السلام. والله ما اعرف، يعني صدمه كبيره. اطفال انا طلعت على هوياتهم الشخصيه اللي نشرت الاحوال المدنيه، عمر 4 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات، 3 سنوات، سنتين، امراه حامل. فعلى المعنيين أن يقدمون دراسة، يشرحون للناس الدوافع حتى الإنسان يعرف يأخذ احتياطاته. لربما جارك عنده استعداد أن يقتلك، قريبك عنده استعداد أن يقتلك، المتعامل وياه تجاريا عنده استعداد أن يقتلك، لا بل يقتل عائلة بأكملها. هذه مو دوافع فردية أبدا، ولا آنية إنه فجأة خطر بباله إنه ذول صار حدث لا أبدا. هذا تخطيط مسبق للقضاء على أشخاص وأسرة كاملة. تحتاج من عندنا يعني
اليوم أنا أنتظر حقيقة كتبت عن حول هذا الموضوع، وراح استمر اطرح هذا الموضوع حتى اصل الى فد نتيجه، لانه كل كتب الاجرام، دراسه الاجرام، دراسه السلوك، دراسه يعني علماء النفس ما تدخلوا بهذا الموضوع وفسخوه قطعه قطعه، ما لقيت تفسير لهذه الظاهره، تفسير لهذه الحاله الاجراميه ضمن طبعا ظروفها البيئيه. يمكن ربما بيئه عن بيئه تختلف، ولكن احنا كعراقيين عندنا هذا الشيء يحدث. هسه قلت لكم هي لو خصومه ويصير ثأر وانتقام وهاي، ولكن ان تقتل عائله باكملها، تبيد عائله باكملها وبتخطيط، منطقتين مو منطقه واحده، للإجهاز على بقيه افراد العائله. وشنو الدافع؟ دافع مادي 18 مليون كما اشيع يعني ويقال، او اكثر من هذا المبلغ. هذا مو دافع. فحقيقه أنا مصدوم. ليش مصدوم؟ لأنه أعرف مستوى الإجرام، أعرف درجة كيف يكون الإنسان مجرم، شلون يتهيأ، شلون تقوده مثلا عوامل بيئية، عوامل تعصب ديني، عوامل فقر مادي، عوامل انحراف سلوكي، جنون. حتى الجنون اكو مجرم مجنون واكو مجرم غير مجنون، ولكن هذول القتلة ما مؤشر عليهم انهم مجنونين. حتى ممكن نقول انه ساعة جنون، لا ابدا. شنو هذا التوافق بين زوج وزوجته ان يتوافقون تجيهم حالة جنون؟ ماكو شيء هذا. فللاسف اقول هذه صدمة كبرى والله العظيم، وتحتاج الى دراسة، تحتاج الى ان كل واحد ينتبه الى اين احنا سارين. واشوفكم بخير ان شاء الله وحماكم الله. يعني بداية السنة كانت مؤلمة والله العظيم، 6 أشخاص على مود أطفال يتقاتلون ما بين قتيل وجريح، وعلى مبلغ مالي 18 مليون، تباد عائلة بأكملها، واستاذ جامعي ياخذ له استاذه او موظفه وياه ويقتلها، والاب مهدد مطارد. وين نريد نوصل؟ وين؟ الى اين نريد نسير احنا؟ اصحاب الاختصاص المعنيين، اصحاب الدراسات المعنيين، الاساتذه الجامعات المعنيه بهذا الموضوع، شنو دورهم؟ توعيتهم. لو اعلامنا مشغول فعلا هم يشغلوه ببعض يعني المشاكل الاجتماعيه اللي تصير والفساد وغير الفساد، ولكن احنا ظهرنا مكشوف للاسف.